لاحظت في الفترة الأخيرة كام رسالة كده جات لي بعنوان كابتن أنا عايز أنتحر، كابتن أنا عايز أنتحر، كابتن أنا زهقان من حياتي. وتبص على أسباب انتحاره تلاقيها أسباب هايفة جدا، بس بالنسبة يعني لقدراته العقلية، لأن هما بيبقوا شباب صغيرين يعني من 15 ل 18 19 20 22 سنة كمان. دول صغيرين، دول لسه بيشقوا طريقهم، لسه مش مقدرين اللي في ايديهم، الحياة اللي في ايديهم، عمرهم وان هم شباب ويقدروا يعملوا حاجات كتيرة قوي، وهيقعوا وهيقوموا وهيقعوا وهيقوموا مرات كتيرة جدا. الاقي يقول لي ايه، انا عايز انتحر. تمام، انا ما عنديش مشاكل، يعني انتحر، بس يا ابني يا متخلف، انت عارف انك لما تنتحر هتواجه ايه؟ وانت بتصلي اساسا؟ هتلاقيه ما بيصليش، هتلاقيه علاقته بربنا بايظه. طب ما يا ابني ما ينفعش، ما انت هتنتحر من هنا عشان تهرب من مشاكل الدنيا، هتبدا على مشاكل الاخره. تعالى بقى تلاقي حد بيحاسبك، انت بقى لو متضايق ان ابوك بيحاسبك وامك بتحاسبك والناس بتحاسبك، لا، دي ملايكه هتحاسبك، مش هتسيب حاجه. بتصلي ولا لا؟ كنت بتغض بصرك ولا لا؟ كنت بتزني ولا لا؟ كنت بتسرق ولا لا؟ هتلاقي موال تقول يا ريتني بس ارجع. مره كنت عبيط زيك كده من 20 سنه كده او حاجه و20 سنه كمان. فكنت مخنوق، كنت عايز انتحر. ليه بقى؟ لان انا كنت متخيل ان انا لما انتحر اخلص من حياتي، خلاص مش هيبقى عندي مشاكل. فرحت للشيخ قلت له بقول لك يا شيخ، انا عايز انتحر بس مش عايز اموت كافر، انا خايف يا عم اموت كافر، انا عايز اخش الجنه. قال لي طيب انا عندي ليك حل كويس جدا. قلت له ماشي. قال لي عايزك تصلي لمده شهر، شهر تفضل تصلي ما تقطعش الصلاه ابدا، الخمس فروض. قلت له تمام. وقال لي وتقرا كل يوم صفحتين قران. اتفقنا؟ قلت له وبعدين؟ قال لي ما انت كده انا هتبقى عملت حسنات كتير قوي ودي هتشفع لك عند ربنا. قلت له يعني كده مش هموت كافر؟ قال لا مش هتموت كافر. قلت له حلو قوي، يا سلام، عز الطلب. فيها ايه 5 فروض اصليهم؟ فيها ايه صفحتين قران؟ ورحت له في اليوم ال30. قال لي ها، عايز تنتحر؟ قلت له لا مش عايز انتحر بصراحه. يا عم انتحر ليه؟ انا لقيت مشاكلي بتتحل بالتدريج. الصلاه يا عم بتحل المشاكل يا عم، القران بيحل المشاكل يا عم. اقول لك حاجه، اعمل دلوقتي فيديو، بس ما تنزلوش على السوشيال ميديا، اعمل دلوقتي فيديو قول انا عايز انتحر علشان 1 2 3 4 5، وبعد 10 سنين، يا عم بلاش 10 سنين، بعد 5 سنين اتفرج على الفيديو ده هتقول ده ايه التفاهه اللي انا كنت فيها دي؟ هو ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده؟ هي دي اسباب انتحر عليها؟ هي دي اسباب اضيع عمري او انهي عمري عليها؟ كلها اسباب تافهه، كلها اسباب ملهاش لازمه. يا ابني مشاكلك دلوقتي مش مشاكل، بعد 5 و10 سنين هتعرف ان مشاكلك دي مش مشاكل وهتخش على مشاكل اكبر. فلازم تواجه المشاكل الصغيرة وتحاول تحلها علشان لما تخش الاكبر تعرف تتصدى ليها وتحلها برضه. لان احنا حبيبي مولودين في دنيا صعبة. وسيب الكلام لهبل ده من دماغك، ما تخليش الشيطان يعمل بيه فيها. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الحياة حلوة يا ابني، حياتك حلوة، بحلوها بمرها بمشاكلها حلوة، عيشها. سلام.